لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإنه إن لم يدرس عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمان رسول الله، توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة رسول الله، عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له فيه أسوة، فاته كل خير. ولهذا أنحس ناس، أفجر ناس، رداد السنة الذين يزعمون أنهم قرآنيون، والله لا قرآن ولا سنة ولا دين ولا إسلام. والله لا قرآن عند منكر السنة ولا سنة ولا دين ولا إسلام. فماذا بقي معك من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله لك ولسائر الأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إيش بقي معك تتأسى به إن أنكرت سنته القولية الفعلية الشمائلية التي هي من شمائله وصفاته، ألف فيها أهل العلم وجمعوها. امتلأت الكتب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تهدر، كلها تهدر. يعني مكاتب العلم، تفاسير القرآن كلها بالسنة، وما لم يكن كذلك فهو ضلال، السنة ومن السنة. جهود الأئمة كلها لا قيمة لها، جهود الصحابة، جهود التابعين، الصحابة كم حفظوا، كم حملوا للمسلمين، كلها تهدر. وهكذا جهود التابعين وأتباعهم والأمة يفنى، واحد بعد واحد، العدد بعد العدد، والجيل بعد الجيل، وهم يجمعون للناس هذه الثروة، هذه الثروة العلمية الدينية التي بها نجاتهم في الدنيا والآخرة من كل فتنة وشر وسوء ومهانة ومذلة. ثم يأتي واحد بكل سهولة يقول لا ما إحنا ما يكفينا، ما نحتاج سنة. لهذا اشتد نكير أئمة الهدى على هذا الضرب المنحوس من الأمة الذين اعتبروهم آلة مقاومة ضد دين الله ومع الشيطان وجنده، اعتبروهم من حزب الشيطان الهالك المهلك. والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهب أنفق في سبيل الله أموت يوم أموت موقن بالموت ما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم إلى أعقابكم أدع منه دينارين، له أهل، له أولاد، له عصبة، ومع ذلك ما يريد أن يترك دينارين. هذا اختاره الله له، مع أنه لو ترك الإنسان شيئا من ذلك ما محرم، لكن الله اختار لنبيه هذا الشيء العظيم. نكتفي بهذا إن شاء الله. حي الله ضيوفنا أهلا وسهلا بهم. إلى هنا بارك الله فيكم.